صباح الخير، صباح الأنوار، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كلكم في أحسن حال وفي صحة جيدة. ايوا يا خواتاتي، ملي كنقولوا لكم أن هاد العائلة أو هاد السلالة فيهم الغيرة والسم والحقد والقباحة وكاع هاد الصفات فيهم من الجدر، من جد جدهم، راه ما كنكذبوش عليكم، هذه هي الحقيقة. فما تستغربوش الخرجة اللي دارت يسرى البارح والسم والغيرة اللي بيناتو تجاه اختها ما يجيكمش غريب. هذا هو الطبيعي والعادي، ونفس الشيء عند تيتيما، راه داكشي بيناتو متبادل. هادي ما باغا الخير لهادي، هادي ما باغا يعني شي حاجه تزاد على هادي. الغيره والسم والقباحه، هادشي اللي بيناتهم. والمآل ديال هاد الجوج ديال تيتيما ويسرى هو المآل ديال تواصلهم، ديال البدوية واختها طاطا بديعة، حتى هما غير على الغيرة ديال الادسنس والمشاهدة ناضوا كلاو في بعضياتهم. مآلهم هو المآل ديال امهم مع خالتهم سميرة، غير عاوتاني الغيرة ديال الادسنس والمشاهدة. بالخلاصة هاد الناس جمعوا ما بين لعنة الادسنس والطمع في الادسنس والكلاخ، مكلخين. راه حتى شي واحد في هاد العائلة من الكبير حتى الصغير ما نقولوا عليه شي انسان واعي فاهم، يعني كيفرق ما بين العائلة والادسنس ما كاينش. يعني الجهل بهذا المعنى، هذا الجهل مع لعنة الادسنس كيولد لينا بحال هاد النماذج هادي، فالله المستعان. المهم نجيو دابا للخرجه ديال يسرى. وبعدا شفتوا لي يسرى الحاله دابا، حنا ملي كنهضروا هكا على شي فيديو ديال شي واحد من هاد العائله كنهضروا كذلك على الحاله اللي بان فيها. شفتوا لي يسرى من وقيله من الفرش للكاميرا، الصوت ديالها مازال ناعس، وجهها ما مغسولش، يعني باين وجه فمها ناشف، يعني داكشي بان في الفيديو. الصراحه ماشي حتى التم. يسرى راكي يعني الناس كيتفرجوا فيك وانتي درتي هاد الفيديو، يعني الناس مركزين غير مع وجهك، فعلى الاقل سيري غسلي وجهك، توقدي شويه، عاد بداي تهضري بديك الطريقه. اما بصراحه بنتي مهم هذه ملاحظه هذه ملاحظه لواحد الخطا ما تعاوديش تكرريه. راه بنتي دي غولاس كاع ديك انا وديك الحاله اللي كتبغي تبيني للناس البارح ضربتيها في الزيرو. واش لاحظتوا بنات هذه المساله ولا غير انا عندي هذه دقه الملاحظه؟ يسرى صوتها وجهها كان داكشي باين البنت من الفرش للكاميرا. المهم يسرى الناس عباد الله، وكيف ما قلت لكم في الفيديو ديال البارح، وشوفوا راني حطيت الفيديو واقيلا قبل منها بشي دقائق، يعني انا كاع ما مفرجه فيها، ما عرفاش عليش غتهضر ولا شنو اللي غتقول. وقلت لكم في الفيديو ديالي انتظروا، يسرى مستحيل تبقى ساكته. يسرى مستحيل تشوف المشاهده عند اختها طالعه وصل ل 140 كا وممكن توصل كذلك ل 200 كا، ويسرى تبقى ساكته. راه ما يمكنش، ما غتقبلهاش. يسرى تقبل كل شيء وتقدر تدوز كل شيء الا شي حد في عائلتها يفوتها في المشاهده. فقلت لكم يسرى غتخرج وغدير شي بلباله، يا اما غتدخل راسها في المشاكل، يا اما غتهضر على اختها تيتيما. المهم غدير شي حركه، وهذا الشيء اللي كان. ملي حطيت لي فيديو ديالي ومشيت تفرجت فيها بقيت كنقول يا سبحان الله، بحال اللي قريت ليها الافكار ديالها. ماشي قريت ليها الافكار، ولكن هاد الناس بقوه ما حنا تبعناهم لمده طويله صافي عرفناهم حتى كيفاش كيفكروا وكيفاش دايرين. هادشي اللي كان. فاللي خاصكم تعرفوه الناس، الخرجه ديال يسرى
راه ماشي كيف ما ماشي حيت زعما الناس طالبوها توضح علاش اختها ما جاتش عندها وعلاش هي ما كتمشيش عند اختها، واش واقع بيناتهم شي خصام. لا 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 لا, لا. شحال من مره كيطرحوا عليها اسئله والناس كيبغيو توضيحات وما كتوضحش، كدير راسها كاع ما كتشوف دوك الاسئله. اذا يعني كون بغات تتجاوز هذا الموضوع غتجاوزو عادي، ولكن هي خرجت باش تقلب الرأي العام جهتها. هاد الناس دابا اللي متعاطفين مع تيتيما والقنوات كذلك اللي كيهضروا على تيتيما واللي بعض منهم زعما متعاطفين مع تيتيما، بغات تقلبهم جهتها. هضروا عليا انا، جبدوني انا هي الضحيه ماشي اختي، انا هي اللي داليا بابا ماشي اختي، هضروا عليا انا. فهمتوا؟ بغات تقلب البوز والبارابول جهتها هي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيف ما قلت لكم المشاهده. صافي الفيديوهات ما كيطلعوا ليهاش، راه ما كتوصلش ل 100 كا، وهذا الشيء هي ما تقبلوش نهائيا. خرجت كذلك المشاهده باش من هذه عاوتاني دير فيديو اخر وتدخل راسها. زعما انا صبعيتم، انا داخله معكم في المشاكل، غندوز من 80 مليون. عاوتاني الفيديو الجاي نهضر على اختي، وها انا غندخل معاهم في هذا الشيء ديال المشاكل وغنطلع المشاهده. هذا الشيء هو اللي خرج يسرى البارح. ديك هي باش تعرفوها، ما نقولوش ذكيه، اي المهم ذكيه ولكن في الخبط، ماشي شي حاجه فيها الفايده بحال بوكريشه. هما ذكيه غير في التحراميات. المهم ديك البديه اللي بدات ليكم اختي الحبيبه، ركزوا لي على البدايه كيفاش بدات. مسكينه اختي الحبيبه، زعما انا ما جايش نقلب عليكم اختي، ما جايش نقلبكم على اختي، ما جايش نحرضكم على اختي، انا جايه غير ننبهها وننصحها ونوضح. هنا زعما كيفاش غادي نقول لكم، بغات دير لكم فخ بهذا المعنى، بغات دير لكم فخ، ما تفهمونيش غلط. هي اختي الحبيبه مسكينه اللي عندها المشاكل، ولكن الكلام اللي قالت من بعد كله كضرب به اختها. عرفتوا يسرى كيفاش دايره؟ خبيثه. فحبابي ندوزو دابا نناقشوا الكلام اللي قالته في الفيديو من البدايه حتى للنهايه، حيت كاع هاد الهضره اللي هدرت معاكم غير مقدمه. هضرنا فيها على المظهر البشع اللي ظهرت به، على الاسباب اللي خلاتها دير الفيديو، الفخ اللي بغات تطيح فيه المتتبع. ودابا عاد ندوزو نناقشوا الكلام اللي قالت. فاول حاجه قالت لكم انا ملي كيطلعوا ليا الريلات ديال اختي في التيك توك ولا في انستغرام، وبعدا اعترفت بواحد الحاجه، اعترفت انها ما كتفرجش في اختها. شوفوا معايا درجه السم والحقد والغيره فين واصله. ما نتفرجش انا في اختي في قناتها في اليوتيوب، غطلع عليها المشاهده، غتربح على ظهري. لا لا لا. فكتشوف المقاطع غير في التيك توك وفي انستغرام. قالت لكم انا ملي كنشوفها كيجيني داكشي ديغولاس، داكشي مقزز، او لا لا او مون ديو، انا داكشي ما كيعجبنيش، وكنقول الحمد لله ماشي انا. دابا اللي يسمع يسرى كتقول هاد الهضره يقول هاد البنت عمرها تعاطات، عمرها تعايرات، عمرها هضرت على شي حد ولا سباتو ولا عايراتو، ما عمرها دارت هاد الشيء هذا. وهو الارشيف ديالها متختخ ثقيل بالمصائب الكحله. زين المحارم، امها سباتها، ها مرات باها سباتها، شرشمت العراضه ديال عائلتها كامله. وغير مؤخرا ما نمشيوش حنا بعيد، ما نرجعوش حنا بواحد 6 شهور، واحد العام قبل، لا غير هذه 2 سيمانات ولا 3 طلعت كتشرشم الطليق ديالها اللي هو اب ولدها. ما خلات ما قالت فيه، وصلت حتى للسيده، وانا عارفه كدير شي حوايج وغتجيبها في راسك وغتمرض بالسيده، ودخلت في شي تفاصيل ما هيش هذه اللي قالت لكم او لا لا انا داكشي ما كيعجبنيش. غير قبل رمضان بشي سيمانه هكاك دارت هادشي مع الطليق ديالها. اذا اش هذا التناقض يسرى؟ اخر وحده تهدر اولا تعلق على المعاطيه، وان المعاطيه خايبه، وان المعاطيه ماشي مزيانه، هي انت، حيت انت هي اس المعاطيه في اليوتيوب، انت اللي اسستي المعاطيه في اليوتيوب، هذه هي الحقيقه.
وباش تقولي انا هادشي ما اثرش، انا داكشي اللي داز عليا ما اثرش عليا، علاش كتكذبي؟ علاش اثر عليك بشكل كبير؟ وباعترافك والى نسيتي نفكروك، نهار اللي رجعتي من تايلاند من بعد الفضيحة والشوهة والتمرميد اللي تمرمدتي في تايلاند، اش قلتي لينا؟ قلتي لينا وسبوني، خرجتي كتبكي وتخنني في داك الفيديو اللي صورتيه في استوديو، خرجتي كتبكي وكتخنني وانا عيروني وسبوني وكانوا كينعتوني بداك الشيء اللي كان في اليوتيوب. وشنو اختي كان في اليوتيوب؟ كانت شي حاجه زوينه، كانت زينه المحارم، كانوا كيقذفوك ويسبوك بدرتي فعلتي مع باك هي الفعله هي التركه. المهم هذا الشيء اذا هذا تاثير ولا ماشي تاثير؟ لا تاثير. وكانوا كيعايروك بالسب كذلك، اللي كنتي كتسبي امك واللي كنتي كتسبي مرات باك، كنتي ما خليتي حتى واحد، كنتي بقيتي غير مع طرف واحد مزيانه نقولوا، وانتي كلشي دزتي عليه، فاكيد ينعتوك الناس بداك الشيء اللي كنتي كتقولي. اذا هذا راه تاثير. زيد كذلك الزواج اللي ما كملش ليك مع داك الولد، المهم ما عرفتش انا شنو كان بالضبط علاقته معك، واش غير تصاحب ولا خطوبه الله اعلم، ولكن ملي ما كملش داك الزواج خرجتي قلتي لينا هكا بصريح العباره، الغلط ما فيا انا ما فيه هو، ولكن شي حوايج ماشي بيدنا ما نقدروش حنا نتحكموا فيها، بمعنى عائلته ما بغاتش له انه يتزوج بك بسبب علاش ياك ما شاء الله عندك حقك في الزين، عندك رزقك، يعني ماشي هادشي اللي غيخلي عائله ترفضك، ولكن الشوهه ديالك، الفضيحه اللي درت لك امك، الفضيحه اللي زدتي انت اكدتيها على راسك وكديريها لراسك. اذا التاثير كاين، بركه ما تكذبي. انا حتى حاجه ما كتاثر فيا، وانا دابا انت متناقضه، كتقولي كلام وكتسردي احداث ومن بعد كتولي تقولي العكس ديالها. ولكن حنا هنا باش نوضحوا لك. ندوزو دابا للنقطه الاخرى اللي متعلقه بتيتيما والسبب علاش ما جاتش عندها تيتيما. كذلك يسرى هنايا كذابه، ما عطاتش لينا الحقيقه بالضبط. حقا انا سردت لي ميساج ومن بعد قلت لها ايوا، ومن بعد لا قولي اللي كاين، قولي انا اختي طلبت لي الفلوس وما بغيتش نعطيهم لا هكا. علاش ديك المراوغه؟ حقا سردت لي كلمه وانا قلت لها ايوا من بعد وما كملتش ليا. بركه ما تراوغي، اجي ديريكت نيشان. اختي ما جاتش عندي حيت ما عطيتهاش الفلوس، هذا هو سبب الخصام، هذا الشيء اللي جعلها تمشي عند عمي عبد الوهاب. وديك الهضره ديال انا بغيتها تجي عندي وانا صاحبه مواقف، يا مولات المواقف، انا صاحبه المواقف اللي صعيبه، انا كنوقف في المواقف اللي صعيبه. انت هنا فضحتي راسك بلا عصا، كيف ما كنقولوا قريتي بلا عصا. قلتي انا صاحبه مواقف وانا ما عنديش مشكل تجي عندي وانا مرحبا بها وانا اختي نوقف معاها وانا اختي واختي. شويه قلتي ايوا انا ما قداش على المسؤوليه يعني انت ما باغاش اختك اصلا تجي عندك، بلا ما تكذبي. انت ما باغاش اختك تجي عندك، خايفه من المسؤوليه ديالها، حيت حتى هذيك راه بحال بعضياتكم نتوما، حتى وحده فيكم ما تخير على اخرى، حتى هذيك راه في هذيك قوه تعطيني، خصني نشري هذه، خصني هذه، هادشي انت ما باغاش منها، باغا تبقاي مرتاحه غير مع ولدك. هادشي علاش تهربتي من اختك، ماشي القضيه ديال حقا سردت لي ميساج وانا ما عندي حتى شي ذنب وانا. هذا هو السبب اخوتي. البنت يسرى ما باغاش تتحمل المسؤوليه ديال تيتيما. اما فيما يخص الاموال الطائله اللي وصلت اخوتي ل 80 مليون، كيف ما كتسمعوا مليون ينطح مليون. كنا كنسمعوا 50، دابا ولات 80، غدا ولا بعدو غتولي 120، من بعد غتولي 200. المهم كل دبيزه كل دباز كيزيدوا فيه ملينات، لا حول ولا قوه الا بالله. واش لاحظتوا وركزتوا كيفاش يسرى كتهضر على تيتيما والفلوس ديال تيتيما؟ شتو يسرى الغيره كون كانت بنادم، الغيره كتهضر،
انا اختي عارفه شنو عندها، اختي ما عندها والو، اختي عندها داكشي بسيط، داكشي عادي، الصالير ديالها ممكن تصرفوا غير في الشهر، ماشي شي حاجه. هاد الهضره هادي يا خوتي الغيره. انا كنقول ها علاش كنقول لكم انا يسرى ما تتقبلش، عرفتوا شنو هي ما تتقبلش، وما تسردش ليها شي حد في عائلتها يدير الفلوس من غيرها، خصوصا خوتها. ركزوا لي على خوتها، ما تقدرش هي تشوف اختها عندها مليونات، عندها فلوس في البنكه، وحتى هي دير الدار والطوموبيل، غتعواج. بهذا المعنى غادي تعواج. الغيره هي اللي خلاتها تهضر على ان تيتيمه ما عندها والو، يعني ماشي شي حاجه. اما القضيه ديال با يعني بوكريشه ما خداش الفلوس لتيتيمه وما شراش بهم الدار، هذه راه كاينه احبابي. وبين قوسين يسرى ما قالتش هاد الهضره هذه كدفاعا على باباها، او زعما باش ما تخليش الناس يهاجموا على باباها، لا 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 لا, لا. قالت هاد الهضره غير باش تطيح من تيتيمه، زعما تيتيمه راه ما عندهاش الفلوس، اما هي باها تهماتو، راه جيشت عليه الناس، راه قالت دالي 80 مليون. يعني ما تطيحكمش عاوتاني في الفخ، زعما راه بابا بصحته، ملي قالت ديك بابا بصحته وانا واخا داليا ماشي مشكل، لا لا لا. هي مادام قالت 80 مليون وبالغت عاوتاني في المبلغ، يعني زادت في المبلغ، اذا باغا الناس يجوا منها هي، يدافعوا عليها هي، يتعاطفوا معها هي ضد بوكريشه. ولكن تيتيما لا، تيتيما راه ما عندهاش الفلوس وما عطاتش لباباها الفلوس، وباباها ما خداش ليها الفلوس. فهمتوا كيفاش؟ فالقضيه ديال ان بوكريشه ما خداش الفلوس لتيتيما، هذه البنات راه كاينه، هذه راه حقيقه بلا ما تقول لنا يسرى. راه تيتيما ما دخلتش 40 مليون، راه كيكذبوا عليكم. البنت راه شهور معدوده وهي كتخدم، يمكن 6 شهور يمكن 8 شهور غير هكا، وما كتخدمش بشكل يومي، ما كتحطش يعني يوميا ما كديرش لايفات يوميا. يعني داك المبلغ ديال 40 مليون ما كاينش، خذوه مني كيقين. راه حنا عرفنا شنو هو الادسنس. تيتيما غتكون كتدخل في الشهر مليون ونص، 2 ونص، هذا الصالير ديال تيتيما. ما كاينش ديك المبالغ الخياليه كيف ما كيقولوا لكم شي بعضين. هذه هي الحقيقه. المهم، فكيف ما قلت لكم يسرى بغات يعني تقول للناس وتقول للرأي العام تعاطفوا معايا، انا جو مني انا اللي خدا ليا بابا 80 مليون. وإلا جينا نشوفوا يسرى، حنا عارفين باباك ما خدالكش 80 مليون، انت زدتي فيه، ولكن نهضروا على الفلوس اللي عاونتي انت باباك بها. باش درتيها؟ يلا باش درتيها؟ كان عندك شي محتوى ديالك، كنتي كتباني غير انت بوحدك، كنتي عندك شي مهم، كنتي كتصنعي محتوى غير انت بوحدك؟ لا، انت قناتك كانت هي العائله. كان في الاول كنتي كتصوري مع ماك، من بعد وليتي كتصوري مع باباك وخوتك، ومن بعد ولات لبنى. ومشاهده انت طلعت لك ملي جات لبنى، الاموال الطائله جمعتيها ملي جات لبنى. هذه الحقيقه. كنتي كتجيبي 50 40 30 كا، وليتي كتجيبي 500 300 400 كا، يعني الفلوس ديال بصح اللي عمرتي بها الكونط ملي جات لبنى. ها شوفوا مرات بابا، او اللقاء مع مرات بابا، او الحوار مع مرات بابا، ها الحنه ديال مرات بابا، تما فين جمعتي الاموال الطائله اللي تعاونتي بها مع باباك. انا كنشوف بلي داكشي كان بيناتكم تعاون، ما كانش كيفاش، ما كانش استغلال. هذه هي الحقيقه. انت ماشي ما ديتي والو، ما ربحتي والو، مازال كنقولوا خرجتي بيدك خاويه، نقولوا راه مسكينه هاد البنت، ولكن حتى انت درتي محل. هذاك المحل باش تشرى، راه اللي كلات الدقه هي لبنى. الا جينا نقولوا الحق، لبنى هي اللي كلات الدق. باباك مشى شرى المحل دارو بسميتو، انت من موراه مشيتي درتي المحل ديالك، ولبنى ما كانت مازال ما دارت حتى حاجه. لبنى امتى دارت؟ خدمت ودارت نهار باباك مشى للحبس، نهار بعتي عليها انت، عاد ناضت كتقاتل في هاد العماين وخدمت بها وبنتها، كانت كدير فلوغات مع بنتها، واللايفات مع المتتبعين ديالها. تما فين جمعت لبنى ودارت الدار ديالها. اذا انت يسرى لا انت لباك استغليتوا لبنى، هذه الحقيقه نقولوها. تجرتوا بلبنى، جمعتوا الملايين على ظهر لبنى. اذا اللي من حقه، انا في نظري الطالب بالمحل والنص في المحل هي لبنى.
حيت الفلوس ديال الخدمة المشتركة اللي كانت ما بيناتكم أو المحتوى المشروك بحال هكا اللي كان ما بيناتكم، استفد منها باباك واستفدتي انتي. باباك شرى المحل قبل ما يدخل للسجن، وانتي من مور ما دخل باباك للسجن غير بمدة قصيرة شريتي محل. يعني دوك الفلوس ديال ديك الايام اللي كنتو كتصوروا مجموعين وكنتو كتصوروا بلبنى وبزواج لبنى والولاده ديال لبنى. اذا يسرى اللي خاصها تقول واللي خاصها تشكي هي لبنى، هي اللي ما دارت والو حتى حاجه من دوك الفلوس اللي من ديك الخدمه المشتركه اللي كانت ما بيناتكم. لبنى حتى مشى باباك للسجن ومشيتي انت بحالاتك، عاد نضت هي كتخدم وكتدمر ودارت دويرتها. اذا لبنى هي اللي من حقها تشكي منك ومن بوكريشه وتقول يعني داولي وتصوروا بيا واستغلوني. لبنى المهم هذه هي الحقيقه اللي ما كيتقبلوهاش بزاف ديال الناس، ما كيبغوش يعترفوا بها. المهم من هادشي كامل بغيت نقول لتيتيما ها اختك اللي ديك النهار قلتي انا واختي حنا سمن على عسل، انا واختي كنتفاهموا، انا اختي كنبغي ليها الخير وكتبغي ليا الخير. ايوا ها اختك خرجت البارح مرمداتك، ها اختك البارح خرجت وجيشت عليك الناس وقالت للناس ما تعاطفوش معاها، تعاطفوا معايا انا. ما تمثلوا. انا ديما كنقول لكم الناس غير صبروا، راه هاد الناس كيقولوا اليوم هضره والغد ليه كيتفرشوا. غير صبروا ومازال غتشوفوا، مازال غيضربوا في بعضياتهم، ومازال يعني اللي داروه السابقون غيديروه اللاحقون، اللي داروه الخوالات والخوال غيديروه حتى هادو. وبكريشه اللايف اللي دار البارح راه من حقه يتعصب فيه. الناس كيقولوا له 80 مليون خديتي لبنتك 80 مليون، راه من عذر السيد ما يتعصب. وهادشي اللي خلاه يقول انا غنخوي البلاد. هذه غير هضره خاويه بنات، خذوها مني كيقين. بكريشه ما غيمشي حتى لشي بلاصه، السيد كيصلح دارو عنده محالو. بكريشه خاصو ينوض يلقى حل جذري، يلقى حل يعني واقعي اللي يحل بها هاد المشاكل كامله، وهو عارف داك الحل غير كيبغي يراوغ. فهمتوا؟ فهادشي هو اللي كاين، وكان هذا هو الفيديو. كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه. الا نسيت شي حاجه فكروني فيها في التعاليق. ما تنسوش اللايكات ديالكم الحبايب، ونتلاقاو في الفيديو المسائي باذن الله. محاليكم.